ماتش مصر وتنزانيا، انا اقول لك اي نعم هو ماتش ودي، بس ايه القرف ده؟ لا بجد مش مجامله، ايه القرف ده احنا بنلعب وحش قوي. انا قلقت الصراحه. محمد صبحي بيلعب وحش قوي وغلط كذا غلطه في الشوط الاول. في كوره غلط فيها صبحي حتى الشناوي وهو قاعد دكه كان مستغرب وبيقولوا هو لعبها كده ليه. تسديده ومره ثانيه ضربه ركنيه ومره ثانيه ضربه ركنيه من وغلط غلطه ثانيه في كوره وهو بيصدها، وبدل ما يصدها بايده وصدره وصدها بايده بس. ففي الحاله دي كانت ممكن ترجع للمهاجم وترجع تاني للجون، او ترجع اصلا للجون. سمات الخطير، سمات التسديده محمد صبحي ويطلعها 17 للمنتخب التنزاني. انا مش عارفه فيتوريا واخده ليه، واخد واحد ما بيلعبش بقاله فتره، فعايز منه ايه؟ نيجي بقى نلعب المنتخب نفسه. ليه المنتخب مش بادئ الماتش بضغط عالي؟ ليه تدي فرصه لتنزانيا انها تلعب معاك الند بالند؟ دي فرقه اقل منك في حاجات كتير، ليه ما تضغطش عليها من الاول؟ انا ما شفتش في الشوط ده بصراحه غير هما 3 كور. كرة محمد صلاح اللي في الاول، وكرة الجون بتاعه تريزيجيه اللي كانت في الدقيقه 32. منين يلعبها لصلاح من لمسه واحده يودي تريزيجيه، ممكن هنا تريزيجيه يلعبها في المرمى، وكرة مروان عطيه اللي جت في العارضه. فمحمد تترد لمروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مروان. بس شكرا على كده. طلعنا بقى من الشوط الاول بايه غير الضغط والسكر؟ طبعا طلعنا بان يا النني يا مروان عطيه، ما يبقوش الاتنين مع بعض كتير الصراحه. ليه؟ وانا برجح مروان عطيه، كان اخطر الحقيقه، وزيزو مهم يلعب. وخلص الشوط النكد على كده 1-0 للمنتخب. الشوط التاني برضه المنتخب وحش. هو ده المنتخب اللي هيجيب لنا كاس الامم؟ دي بولين؟ هو ده المنتخب اللي هنشجعه؟ دي هديه؟ تفتكروا المنتخب يعمل كده حركة يعني علشان الفرق اللي هنلعبها ما تعرفش طريقة لعبنا وكده؟ يا رب يكون كده وما يكونش ده أداء المنتخب. مفيش حاجة أقولها حصلت في الشوط الثاني. ضربة جزاء في الدقيقة 73 وبيلعبها صلاح وبتيجي في العارضة أصلا، بس بتخبط في جسم الحارس وبتدخل في الجون. ومانولا صلاح مش محظوظ يا مانولا، والجون بيتحسب عكسي على حارس تنزانيا وما بيتحسبش لصلاح أصلا. فوق يا منتخب فوق بالله عليك. قوم يا سنان بربك، قوم يا سنان، قوم بالله عليك. من قلة البطولات ومن النكد اللي بنشوفه الناس مش متحمسة انها اصلا تتفرج على المنتخب. رجعوا لنا الكاس يرجع لنا الحماس. وبيخلص الماتش على كده 2-0 لمصر، وربنا يسترها على اللي جاي، وبإذن الله النصر لمصر. سلام.